في بداية الفيلم بنشوف عمال واقفين بيطهروا عربية داخلة لمنطقة حجر صحي، ولما السواق سأل هو ايه اللي بيحصل قالوا له ان في تسريب بسيط في معامل التكنولوجيا الحيوية، بس كل حاجة تحت السيطرة ومفيش اي داعي للقلق. فاتحرك السواق عادي جدا وكمل طريقه، وبعدها موبايله وقع من ايده وحاول يجيبه لكنه خبط في حاجة فجأة، وساعتها نزل من العربية عشان يشوف في ايه، واكتشف انه خبط غزالة بالغلط. ولما اتأكد ان العربية سليمة كمل في طريقه، لكن الغريب إن الغزالة رجعت من تاني للحياة. بعدها بنشوف سوكو بيتكلم في التليفون وبيناقش بيع أسهم معينة في الشركة، وبعد ما بحث عن أخبار موت مفاجئ للسمك في البحر أمر المساعد بتاعه إنه يبيع كل الأسهم بتاعة الشركة. وبعدها نزل من الشركة وركن عربيته وبدأ يتخانق مع طليقته بسبب بنتهم سوقان، وده لأن البنت عايزة تشوف مامتها بكرة عشان عيد ميلادها، لكنه مشغول ومش عايز يوديها لوحدها. ورجع بعدها البيت وهناك قابل أمه ودخل بعدها على أوضة بنته، وكانت بتتكلم مع أمها وبتقول لها إنها ممكن تركب القطر لوحدها، بس أول ما حست بابوها قفلت التليفون بسرعة. وقعد بعدها سوكو يتكلم مع سوقان وطلب منها تستنى أسبوع لحد ما يخلص شغل، واداها هدية عيد ميلادها وفتحها، بس البنت ما فرحتش بالهدية لأنه جاب لها نفس الهدية دي قبل كده. وقتها سوكو سأل بنته هي عايزة إيه تاني، وجاوبته بمنتهى الجدية إنها عايزة تشوف أمها، لكنه قال لها إنها مش هينفع تروح لوحدها وسابها ومشي. وبعدها سوكو اتكلم مع أمه عن بنته وقالت له إنه مقصر في حقها جامد ولازم يفضي من وقته يوديها لأمها، وسابته بعدها مع فيديو حفلة تخرج بنته من الحضانة لأنه ما حضرش الحفلة دي، وقام وهو مقرر إنه يروح مع بنته. واتحركوا الاتنين بعربيتهم، وكان بيحاول سوكو إنه يقرب من بنته أكتر، وفجأة عدت من قدامه عربية إسعاف بسرعة كبيرة وقدر يفاديها بإعجوبة، ومن ورا العربية دي كان في عربيات إسعاف وشرطة تانيين. وقتها البنت لاحظت إن في رماد حريق بيقع من السماء، وقدروا يشوفوا حرايق كبيرة على مسافة بعيدة، بس ما اهتموش وكملوا طريقهم لحد محطة القطر. وقتها الاتنين كانوا رايحين يركبوا قطر بوسان، وده المكان اللي ساكن فيه مامة سوقان. وفعلا أول ما وصلوا لقوا إن القطر على وشك الإقلاع وكل الركاب راكبين في أماكنهم، وسواق القطر راح لمكان القيادة والمضيفين بدأوا يقعدوا الناس. المهم القطر كان عليه فريق بيسبول وأختين توأم عواجيز اسمهم أنجل وجونجيل، وقبل ما يتحرك القطر في بنت تعبانة غريبة نطت في واحدة من العربيات. وأول ما العربية اتحركت سوقان شافت حد بيهجم على شخص واقف على الرصيف. وقتها البنت اللي تعبانة راحت الحمام وكان باين عليها علامة عض شرسة على رجليها. وبعدها جه واحد اسمه يون سوك وقال للمضيف إن في حد جوه في الحمام من زمان وحاليا هو محتاج يدخل الحمام، وسوقان كانت سامعاهم وراحت تشوف فيه ايه. ساعتها المضيف فتح الباب ولقى راجل شحات جوه وكان عمال يقول بجنون الكل ماتوا الكل ماتوا. وطبعا يون سوك والمضيف ما كانوش فاهمين حاجة وحاولوا يقنعوه انه يخرج. وفجأة البنت المعضوضة وقعت اغمى عليها بين عربيات القطر، بس محدش خد باله منها. بعدها سوقان حست انها عايزة تدخل الحمام وراحت حمام تاني، لكنها لقت واحد اسمه سوانج واقف قدام الحمام لان مراته الحامل جوه، وطلب منها تروح لحمام العربية اللي بعدها. وبعد شوية في مضيفة اكتشفت البنت المعضوضة وهي مرمية على الأرض وبتتشنج، وفورا طلبت المساعدة الطبية. وفي الوقت ده سوكو صحي على رنة تليفونه واتفاجئ إن بنته مش جنبه، ولما رد على التليفون لقى إن المساعد بتاعه بيقوله إن البلد مقلوبة، وفعلا أخبار التلفزيون أكدت كلامه. وساعتها قفل الخط بسرعة وراح يدور على بنته. بعدها كل الركاب شافوا الفوضى اللي في المدينة وكانوا مرعوبين، بس دي مش المصيبة الحقيقية. المصيبة إن البنت المعضوضة اتحولت لزومبي وهجمت على المضيفة، والمضيفة دخلت بيها العربية وسط الركاب، وبعدها الاتنين بقوا زومبي وهجموا على كل الركاب. ساعتها كبير المضيفين اتصرف بسرعة وطلب من كل الركاب ينتقلوا للعربية التانية، وانتشرت الفوضى في كل مكان. وسوكو كان لسه بيدور على بنته، بس شد انتباهه إن في حاجة غريبة في العربيات التانية. في نفس الوقت سوقان لقت في صوت عالي بره وطلعت تشوف في ايه، وفجأة لقت الناس بيجروا من حواليها للعربية التانية. لما بننتقل لسوكو بنشوفه هو مرعوب من المنظر لأن كبير المضيفين اتعض هو كمان وتحول لزومبي. وساعتها سوقان ظهرت من ورا أبوها وندهت عليه، وفجأة سوكو جري عليها ومن وراه جيش زومبي. لما سوانج سمع الدوشة حس إن في حاجة غلط وطلب من مراته تخلص بسرعة، وفجأة ظهرت قدامه بنت الزومبي بياكل فيها، ولما حاول يساعدها الزومبي هجم عليه لكنه بينجح في حبسه في الحمام. وقبل ما ياخد نفسه لقى جيش الزومبي جاي عليه، فجري هو ومراته يونغ. لحسن الحظ إن سوكو بينجح
بينجح في الوصول للعربية الآمنة وبيقفل الباب من وراه، بس يونج وسوانج ما كانوش لسه دخلوا، وأول ما سوانج بيضرب الزومبي بيروح وبيدخل العربية الآمنة وبيقفل الباب وراه. وبعدها سوكو لاحظ إن الزومبي مش بيحاولوا يفتحوا الباب، فطلب من سوانج إنه يسيب الباب عادي. ولما اكتشفوا إن الزومبي بيعتمدوا على النظر في الهجوم، غطوا الباب الإزاز بجرايد عشان يحجبوهم عنهم، وفعلا ده هدى الزومبي جدا. بعدها جه خبر من سواق القطر قال لهم إنه مش هيقف في المحطة الجاية ودي أوامر القيادة بتاعته. وسوكو كلم والدته وكان بيسأل عليها بسبب اللي حصل، لكنها جاوبته بهدوء إنها تمام وطلبت منه يخلي باله من بنته. وفجأة صوتها اتقطع، وساعتها سوكو عرف اللي حصل لها ومرضيش يقول لسوآن. ولما القطر وصل المحطة اللي بعدها موقفش زي ما السواق قال لهم، والمنظر كان بشع جدا. كان في آلاف من الناس واقفين عايزين يدخلوا القطر وبيتحايلوا على الناس يدخلوهم، ومن حواليهم الزومبي بياكلوا فيهم. في نفس الوقت الحكومة أعلنت إن دي مجرد حالات شغب وهيتم السيطرة عليها، وكمان في مناطق بحالها اتقفلت بسبب الأعمال دي. ولكن لما الركاب فتحوا النت اكتشفوا إن ده أي كلام، لأن الناس بتتقطع من الزومبي في الشوارع فعلا. وكمل الإعلان بإن الناس لازم تفضل في بيوتها وإن البلد في حالة طوارئ. بعدها الركاب انتقلوا للعربية اللي بعدها وقفلوا الباب، وسوآن قالت لسوكو إن مامتها موبايلها مقفول، فرد عليها بإنه هيتصل عليها بنفسه. وفجأة جه إعلان تاني من سواق القطر وقال لهم إنهم هيقفوا في المحطة اللي بعدها لأن الجيش مأمنها. في نفس الوقت يون سوك كان بيتكلم في الموبايل، وسوكو سمعه وعرف من المكالمة إن المدينة اللي جاية مش آمنة، فساب بنته مع سوانج وراح عربية تانية يعمل مكالمة. ساعتها سوانج سأل سوآن عن وظيفة أبوها وقالت له إنه مدير صندوق النقد، فعلق عليها بإنه من مصاصين الدماء. فيونج ادت للبنت حلويات عشان تحاول تغير الموضوع وخلتها تلمس بطنها، وسوآن كانت فرحانة لما الجنين استجاب للمستها وخبطها برجله. وقتها سوكو كان بيكلم واحد من صحابه من المسؤولين وطلب منه مكان آمن يروحه، لأنه عارف إن المنطقة اللي جاية ممكن ما تكونش متأمنة. فنصحوا المسؤول ده بإنه يروح الساحة الشرقية مش الساحة الرئيسية، لأن دي مكان تمركز الجيش. فسوكو شكره وقفل المكالمة. ولما القطر وصل المدينة وقف، بس الغريب إن ما كانش فيه أي حد، لا جيش ولا بشر ولا زومبي. وطبعا ده مريب لأنهم اتبلغوا بوجود الجيش، لكن ده ما منعش الركاب من النزول. وأول ما يون سوك شاف سواق القطر قال له إن بوسان آمنة ولازم يفصل عربيات الزومبي ويتحرك بيهم على بوسان، لكن سواق القطر قال له إن فصل العربيات مستحيل، بس هيتحرك على بوسان فعلا. وقتها سوكو أخد بنته ودخل على الساحة الشرقية زي ما صاحبه قال له، في حين إن كل الركاب كانوا ماشيين في الساحة الرئيسية عادي، بس سوانج كان حاسس بحاجة مريبة. والوحيد اللي مشي ورا سوكو هو الراجل الشحات، لأنه سمع مكالمته في التليفون. وفجأة ظهر شخص من بعيد فجري عليه الراجل الشحات ومن وراه سوكو. في الناحية التانية الركاب اكتشفوا إن الزومبي أكلوا كل الجيش، وحاليا رجالة الجيش نفسهم هم اللي بيجروا وراهم. فقام سوانج شايل مراته وجريوا، وباقي الركاب جريوا هم كمان، وبقت فوضى. في نفس الوقت سوكو جات له مكالمة من المسؤول بيقول له إنه مش قادر يوصل لقادة الجيش اللي في المحطة. وساعتها ظهر زومبي من ورا الضابط اللي قدامه وكله، ومن وراه عدد كبير تانيين قطعوا الضابط حي. وقتها سوكو جري على بنته علشان يلحقها، وفعلا كان في زومبي جنبها وكان هياكلها، لكن سوانج ظهر في الوقت المناسب وانقذها، ويونج اخدتها معاها وهربوا هما الاتنين. وكمان الباقي من فريق البيسبول هرب معاهم ووصلوا لباب المحطة وقفلوه. لما بنرجع لسوكو بنشوفه بيكافح مع زومبي، لكن الراجل الشحات ساعده ورمى جاكيت في وش الزومبي عماه، وده ادى لسوكو الفرصة انه يهرب مع الراجل الشحات. ولما قربوا من الباب سوانج فتح لهم وقفلوه وراهم. الستات نزلوا جري على السلالم، وفضل لاعبين البيسبول وسوكو وسوانج قافلين الباب بجسمهم. وبعض الزومبي هربوا من عربيات القطر وبدأوا ياكلوا في الركاب اللي راجعين من المحطة. واللي زاد الطين بلة ان ازاز الدور التاني في المحطة اتكسر ونزل منه عدد كبير من الزومبي فوق القطر، وده فصل الستات والركاب بين العربيات. ويون سوك مسك في رقبة واحد من المضيفين وطلب منه يتحركوا بدون باقي الركاب والا طبعا هيموتوا. ولما البنت اللي في فريق البيسبول اعترضت عشان اصحابها زقها. وفي الناحية التانية سوكو وسوانج ولاعبين البيسبول الرجالة نجحوا في قفل الباب ونزلوا جري على السلم، بس القطر كان بدأ يتحرك فعلا فزادوا من سرعتهم. واول ما وصلوا للرصيف في 2 من لاعبين البيسبول اتهاجموا من الزومبي، والتالت بتاعهم اتجمد في مكانه، لكن سوكو ما سابوش وقوموا جريوا هما الاتنين على القطر ولحقوا اخر عربية. سوانج بقى فضل يجري ورا القطر ومن وراه جيش الزومبي، ولما لقى شوية مقابلينه خد واحد من دروع
الأمن المركزي وضربهم بيه، وقدر يلحق القطر بعد ما سوكو مدله إيده في آخر لحظة. في نفس الوقت السواق اتصل بالمحطة الرئيسية وسألهم لو في طريق لبوسان، وهم أكدوا له إن في طريق وطلبوا منه يروح هناك. وبالنسبة ليونج واللي معاها فهم حاليا بين عربيتين مليانين زومبي، واضطروا يدخلوا كلهم الحمام وقفلوا الباب عليهم بصعوبة لأن الزومبي كانوا بيحاولوا يدخلوا. في الناحية التانية من القطر بقية الركاب كانوا بيغطوا الإزاز بتاعهم بطفاية الحريق، وسمعوا بعدها السواق بيقول إنهم رايحين بوسان. بعدها لاعب البيسبول الوحيد الناجي اتصل على صاحبته وقال لها إن مفيش حد عايش من لعيبة البيسبول إلا هو. أما سوكو فكان هيموت من القلق لأنه بيتصل على بنته من فترة ومش عارف يوصل لها، واتفاجئ بإن سوانج بيكلمها على التليفون من موبايل يونج وقالت له إنهم متحاصرين في الحمام بتاع العربية رقم 13. ولاعب البيسبول عرف إن بقية الركاب في العربية 15، فحضروا نفسهم وراحوا ينقذوا يونج واللي معاها، وهيطلعوا بعدها على العربية رقم 15. وهنا سوانج لف لزقة على إيده عشان يحمي نفسه من العض وحط نفسه أول واحد، ومن بعده لاعب البيسبول وآخر واحد سوكو. وأول ما عدوا النفق الزومبي شافوهم وهجموا عليهم، وقدروا هما التلاتة إنهم يهزموا الزومبي. بس العربية اللي بعدها كان فيها لاعبين البيسبول، وساعتها اللاعب الحي انهار وما قدرش يقتلهم، ودخل سوانج وسوكو في قتال لوحدهم. وطبعا الزومبي حصروهم لأن عددهم كان أكبر، لكن لحسن الحظ الزومبي كلهم اتجمدوا أول ما دخلوا النفق واتحجبت الرؤية. ساعتها سوكو حاول يشتتهم وهربوا على العربية التانية في آخر لحظة قبل ما يخرجوا من النفق وقفلوا الباب وراهم. بعد اللي حصل ده سوكو طلع بفكرة وقرر استغلال الأنفاق لصالحهم، وقال لهم إنهم هيعدوا من بين الزومبي بدون أي قتال، وكل اللي هم محتاجينه شوية تليفونات. وفعلا دخلوا العربية اللي بعدها في الضلمة لما القطر دخل النفق، ورموا تليفون سوانج في آخر العربية. وبعدها سوكو اتصل عليه والزومبي جريوا كلهم ناحية الصوت، والخطة نجحت وقدروا يوصلوا لحمام العربية 13 واستخبوا في الحمام المقابل لحد النفق اللي بعده ما يجي. وقتها سوكو حدد المدة اللي هيتحركوا فيها لما يوصلوا للنفق، ولاعب البيسبول كلم حبيبته وقال لها انهم جايين في الطريق، وحبيبته فرحت جدا وقالت للباقي. لكن يون سوك اتضايق جدا لانهم ممكن يكونوا مصابين وبالتالي هيعدوا الباقيين، وكل اللي موجودين وافقوا بالرأي. وبالرغم ان البنت اتحايلت على المضيف انه يساعدهم الا انه كان مع رأي يون سوك. وبمجرد ما القطر دخل النفق اتحركوا من الحمامات، بس الزومبي كان عددهم كتير جدا ومش هيعرفوا يعملوا فيهم خدعة التليفون، فبدأوا يتحركوا في المكان المخصص للشنط، وفعلا هربوا كلهم الا الراجل الشحات. ولما سوكو رجع يساعده القطر خرج من النفق. وقتها سوكو اتفق مع الراجل الشحات على انهم يطلعوا يجروا في نفس اللحظة، لكن الراجل ده داس على علبة كنز وعمل صوت جذب بيه انتباه الزومبي، وفي النهاية قدروا يهربوا برضه. بس سوانج معرفش يقفل الباب وراهم لان في واحد من الزومبي محشور في الباب ده. لسوء الحظ الركاب اللي في القطر مرضيوش يفتحوا ليهم، وكمان كتموا بق حبيبة لاعب البيسبول عشان ما تقولهمش. فمسك سوانج الباب وسوكو ساعده في قتال الزومبي، وراح لاعب البيسبول يكسر الباب التاني. لكن لسوء الحظ في واحد من الزومبي قدر يطول سوانج وعضه في ايده، وكمان الركاب كانوا منعين لاعب البيسبول من تجاوز الباب التاني بالرغم انه كسر الباب الاول، وحبيبته ما قدرتش تعمل له حاجة. في الوقت ده سوانج طلب من سوكو انه يمشي هو وياخد يونج وسو ان معاه، ولما يونج حاولت تقرب منه زعق فيها وخلاها تبعد. وفجأة الباب انكسر وسوانج اترمى لورا، وسوكو اخد يونج وسو ان وهرب، وسوانج حضن الزومبي عشان يبعدهم عنهم. ساعتها قدروا يدخلوا بالقوة لعربية الركاب، وسوكو ضرب يون سوك اول ما شافه وشتمه، فاتكلم يون سوك وزعق وقال ان سوكو واللي معاه مصابين، وطلب منه الركاب انهم يخرجوا من العربية للعربية اللي بعدها. وفعلا عملوا كده واخدوا حبيبة لاعب البيسبول معاهم، والركاب قفلوا عليهم. في نفس الوقت جون جيل شافت اختها الزومبي في الناحية التانية من العربية، وقامت فاتحة لها هي والزومبي اللي معاها، وكلهم هجموا على الركاب الانانيين اللي مرضيوش يدخلوا سوكو واللي معاه. ولما السواق قرب من بوسان كلم المحطة بس محدش رد عليه، وشاف من بعيد البلد بحالها مولعة. بعدها سوكو جات له مكالمة من المساعد بتاعه
بتاعه وقال له إن بوسان أقوى المدن من حيث الدفاع، وصدموا بإن الفيروس انتشر في واحدة من شركاتهم. وفجأة القطر وقف لأن في قطارات تانية متدمرة على السكة، والسواق أعلن إنه هيدور على قطر تاني ينقل بيه الناس لبوسان. وفي الوقت ده بنكتشف إن يون سوك والمضيف لسه عايشين ومستخبيين في الحمام، لكن الغدار يون سوك زق المضيف على الزومبي عشان ياكلوه وهرب هو. وبنرجع للسواق اللي نجح إنه يلاقي قطر فاضي ومناسب لتكملة الرحلة، ولكن فجأة جه قطر تاني مولع بسرعة عالية وخبط في القطر اللي فيه الركاب وفصلهم. وبنشوف إن البنت والولد بتوع البيسبول نجحوا في الرجوع للقطر من تاني، لكن يون سوك قابلهم وضحى بيهم للزومبي عشان يهرب هو. ومش كده وبس، ده ضحى بسواق القطر وركب القطر بسرعة قبل ما يتحرك. المهم إن يونج وسوك وو وسو آن والشحات متحاصرين تحت واحدة من عربيات القطر اللي مليانة زومبي، والزومبي كانوا هايجين جدا لأنهم شايفينهم من الإزاز وعاوزين يوصلوا لهم بأي شكل، لحد ما سوك وو لقى طريق للخروج وبدأ يسحبهم واحدة ورا التانية. لكن فجأة الزومبي كسر الإزاز وراح ناحيتهم، وهنا الراجل الشحات ضحى بنفسه وبعد الزومبي عن يونج وسو آن، وخرجوا بعدها وجريوا مع سوك وو ناحية القطر اللي بيتحرك، وكل الزومبي كانوا وراهم. لحسن الحظ إنهم وصلوا للقطر، وكمان سوك وو بعد الزومبي اللي كانوا ماسكين في القطر. بس لسوء الحظ إنهم اكتشفوا إن يون سوك اللي سايق القطر حاليا معدود، وخلاص فاضله لحظات على تحوله لزومبي. وفجأة يون سوك هجم على سوك وو، وسوك وو كان بيحاول يبعده عنه حتى إن يونج كانت بتساعده، لكن لسوء الحظ يون سوك عض سوك وو في إيده قبل ما يرميه من على القطر. في اللحظة دي سوك وو جري على غرفة القيادة وأخد يونج وسو آن معاه وعرفهم مكان الفرامل وإزاي يوقفوا القطر، وطلب من سو آن تفضل مع يونج وتسمع كلامها لحد ما يوصلوا لبر الأمان في بوسان. ساعتها سو آن مرضيتش تسيب أبوها وكلبشت فيه، لكنه شال إيديها وطلع بره غرفة التحكم ورمى نفسه من على القطر وهو بيفتكر يوم ميلاد بنته. وبعدها يونج وسو آن وقفوا القطر أول ما وصلوا المصدات واضطروا يكملوا مشي على رجليهم، وفعلا شافوا جنود الجيش على الجانب التاني من النفق، بس الجنود ما كانوش عارفين يحددوا إذا كان هم مصابين ولا لا، وجه الأمر بقتلهم. لكن سو آن أنقذت نفسها هي ويونج لما بدأت تغني، وساعتها الجنود عرفوا إنهم مش مصابين وجريوا عليهم أنقذوهم. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.